هل البريكس قادرة على تنفيذ التبادل التجاري بين الدول الأعضاء؟ ده اللي هتتابعوه معانا في حلقة النهاردة. بس قبل أي حاجة خالص التعازي لأسرنا اللي استشهدوا في فلسطين الأبطال، وإن شاء الله نفرح بإذن الله بتحرير فلسطين قريب. ويا ريت ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. أنا سمير أسامة وده برنامج الجنيه. هيقدروا ان شاء الله وسوف يحطموا هيمنة الدولار. نفسي اعرف انت بتتفرج على مين من ورايا يالا وبيديك المعلومات دي؟ ما بتفرجش على حد يا سمير، هذه خبرات اكتسبتها من الحياة يا راجل. طيب ماشي، ما تيجي نشوف بقى الكلام ده صح ولا لا. اولا كده في حاجتين مخليين الدول دي يفكروا 1000 مرة قبل ما ياخدوا الخطوة دي. الحاجة الاولى وهي سعر الصرف للعملات المحلية، والحاجة التانية هي فروقات الاسعار بين الحاجات اللي بيستوردوها من بعض. ايه يا عم الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجة. هفهمك. اولا يا عم فلافيلو، سعر الصرف للتبسيط هنفترض ان السعودية مثلا عايزة حاجات من مصر بمليار دولار. هنقول ان مثلا للتبسيط برضو عشان ما يكونش فيه كلكعة في الارقام، ان الواحد ريال سعودي ب1 دولار. معنى كده ان السعودية هتدي لمصر مليار ريال سعودي. مصر تاخد الفلوس وتنام وتصحى من هنا تلاقي ان قيمة الريال السعودي قدام الدولار انخفضت، وان ال2 ريال بقوا ب1 دولار. ساعتها مصر بدل ما كان معاها مليار دولار بقى معاها نص مليار دولار. اراهنك ان كنت فاهم حاجة. لا يا عم ده انا فلافيلو. خش بقى على ثانيا. طيب يا عم ثانيا بقى لو هنتغاضى عن سعر الصرف، ففي برضو عقبة تاني هتقابلنا، لان الدول دي الحاجات اللي بيستوردوها من بعض ما بتكونش قد بعض في نفس القيمة السعرية. يعني مثلا السعودية عايزة من مصر حاجات ب100 مليون دولار، ومصر عايزة من السعودية حاجات ب10 بس. او هنقول ان السعودية عايزة حاجات من مصر ب10 مليار دولار، ومصر عايزة حاجات من السعودية بمليار دولار بس. هنا المستفاد السعودية هيدي لمصر 10 مليار ريال سعودي، وهنقول برضو ان الجنيه ب1 دولار، يسمع من بقنا ربنا. فمصر هتدي للسعودية مليار جنيه. ساعتها مصر هتخش في ورط، لانها هيكون معاها عملة ملهاش اي لازمة. لان مثلا مش هينفع مصر تروح لامريكا وتقول لها انا عايزة منك حاجات ب10 مليار دولار وخدي 10 مليار ريال سعودي بدل الدولار، ولا طبعا اي دولة تانية هتقبل بكده، مش شرط امريكا يعني. فساعتها مصر هتبقى قدامها حل من حلين، لا اما تخزن العملات دي عندها وتعرض نفسها لمخاطر سعر لحد ما تكون عايزة حاجة من السعودية، وساعتها بدل ما تديها جنيه تديها الريال بتاعها. لا اما بعد ما العملية دي تتم من البداية خالص مصر هتحول الفلوس دي لدولار، وهنا احنا رجعنا تالي لنفس الدايرة المفرغة. اتمنى تكون الحلقة خفيفة عليكم، واتمنى تكونوا فهمتوا، واتمنى برضو ان انا اكون ضيف خفيف عليكم، وانا كمان. واتمنى الفكرة تكون وصلت، والامثلة البسيطة دي قدرت توضح لكم الموضوع بشكل بسيط. وفي نهاية الحلقة يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة. باي.